بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، ناس كتيرة من الإخوة الأفاضل اللي بيشوفوا القناة، وآباء وطلبة وطالبات وأمهات، آه، شرفوني بإن هم بيسألوني على القرارات اللي نزلت جديد فيما يخص وزيرة الهجرة والسماح للطلبة اللي موجودين في السودان وفي السيوز في روسيا إن هم إمكانية التحويل للجامعات الأهلية والخاصة في مصر. ويعني كان يهمهم رأيي في هذا الأمر. يعني أولا شكرا جزيلا، ميرسي ميرسي ميرسي. يعني دي ثقة، ودي وأنا بعتبر نفسي إن أنا واحد من العيلة، مع كل واحد بيشوف اللي عاوز يتجاوز ويعرف الإجابة سريعة. خلاص أنا هقول الإجابة سريعة ومش عاوز يكمل الفيديو. لمن يهم رأيي، آه، أنا أرى إن دي فرصة، هي فرصة ذهبية، هي فرصة سانحة، هي حاجة كويسة جدا جدا جدا. أنا شايف إن هي نعمة من الله، أنا شايف إن هي هبة من المولى عز وجل، لابد أن نسجد لها شكرا، وإن إحنا نستغلها الاستغلال الأمثل، اللي هو إنه ننزل ونكمل في مصر. ولو كانت الإجابة إجابة مغايرة شوية اللي أنا بقوله، أنا بقول إنه غرض القناة مش غرض ان انا اقول للناس سافروا. انا بحب العلم، بحب اتكلم عن العلم، انا بحب الشباب، بحب روح الشباب، بحب اتكلم مع الشباب، بحب احس بروح الشباب، كبير عجوز صغير، بحب اشارك تجربتي مع الناس. فالفكرة مش مجرد ان انت تسافر وخلاص، الفكرة ان انت بتاخد العلم، سافر بعد ما تاخد العلم. ودايما بسأل السؤال، لو ان انت أوتيت الفرصة إن أنت تدخل الكلية في مصر، كنت هتفكر في روسيا؟ ما كنتش هتفكر في روسيا، لأن أنت كنت مفكر في الأساس إن أنت عاوز تبقى دكتور، أنت عاوز تبقى حلمك، أنت عاوز الفيجن والميشن وعاوز كده. أنت واحد ضحيت، أنت واحد أثبتت قدرتك، أثبتت كفاءتك، أثبتت إرادتك، أثبتت عزيمتك، أثبتت استقلالك، أثبتت إن أنت أقوى من الظروف، أثبتت إن أنت قادر تستمر، أثبتت إن أنت قادر ترفع راسك فوق فوق في السماء، أثبتت إن أنت قادر يكون لك وجود، يكون لك استقلال، يكون لك حياة، اثبتت ان انت قادر تكون قد المسؤوليه التي انت كلفت بيها. ونجحت ايام النجاح، وعانيت وجربت الحياه بعيد عن كنف الاسره، وجربت الحياه بعيد عن بلدك، وبقى ليك ثقافة أخرى، وبقى ليك رافد آخر تقدر يدعم تجربتك في الحياة القادمة. فأنت دلوقتي جالك هدية من السماء، من المولى عز وجل، هدية بسبب سوء الظروف، وإنه أنت تقدر ترجع مصر. يعني أنا جاوبت للي عاوز يسمع الإجابة، مش عاوز يكمل الفيديو. ولكن أنا ليا تعليق بالنسبة للإخوة الأهالي، الآباء والأمهات. كتير كتير قوي لما راسلوني قالوا لي احنا قلنا لهم، وفي منهم قرر يجي، وفي قال انا هكمل. رجاء خاص ورجاء حار منكم يا اهالي يا محترمين، اتركوا الامر لاولادكم، او بالاحرى تناقشوا مع اولادكم، خدوا ودوا، تخلوا المساله يبقى القرار بتاعهم هم. خلاص بقوا وجود اخر، بقوا كيان اخر. عن ما تخليهمش كوديبندنت، ما تخليهمش يخليهم يحسوا ان هم responsible for their lives، ان هم مسؤولين عن حياتهم. تناقشوا معاهم وبتكلموا معاهم في الظروف الماديه، اتكلموا معاهم في الاعباء، اتكلموا معاهم على قلقكم، خدوا منهم، خليهم هم يتكلموا على رغباتهم في ان هم يكملوا، ارادتهم ان هم يكملوا في جو مغاير في بلد تانية، يجربوا الصعوبات، انه جربوا، اسمعوا منهم، هيقولوا لكم مثلا اتعودنا على البلد هنا كويسه، التعليم هنا كويس، التعليم هنا احسن من مصر. فأنا أرجو إن الرأي ما يبقاش رأي قصري على الآباء، ولا يبقى رأي قصري على الأبناء، يبقى مشاركة في الرأي ما بين الطرفين. دي نقطة تانية. النقطة، طيب فإذا أنا قلت لأنه لو كان لم تتاح الفرصة للسفر بره، وكان في إمكانية في مصر، خلاص ما كناش هنسافر بره. طيب، هل التعليم في الجامعات الخاصة وفي الجامعات الحكومية أحسن من التعليم في روسيا؟ بصوا، خلينا هنا صريحين، وانا بتكلم هنا بحياديه. مجرد انا دايما بقول ان انا في صف
طالب ايا كانت ظروفه، بمعنى ظروفه تسمح بنتكلم معاه على ظروف تسمح، ظروف ما تسمحش بنحاول نلاقي البديل. رأيي قاطعة في التعليم في روسيا إن التعليم في روسيا أحسن بالنسبة للروس، ولكن التعليم في مصر أحسن بالنسبة لنفسية الطالب المصري، لأن تربية الطالب المصري، انتوا حتى لما تشوفوا إنه أنا كاتب بالصدفة، لا كاتب لابس وورك يعني، العمل والجد والاجتهاد. إحنا بنتربى في بيئة مريضة شوية يعني، التعليم مريض والمجتمع كله مريض يعني أساسا. فكتير من الطلبة اللي بيسافروا مش مؤهلين نفسيا، ودايما كنت بقول إن ما تاخدش معاك في شنطتك عيش وسكر وحلاوة وتونة والكلام الفاضي ده. خد معاك في الشنطة استقلالية، خد معاك في الشنطة واقعية، خد معاك في شنطة سفرك استعداد للحرب، خد معاك في شنطة سفرك نفسية قوية على مجابهة الصعوبات، وعلى ان وإرادة قوية where there's will there's way. خد معاك في السفر، خد معاك في السفر إرادة وعزيمة وقوة وصبر وتضحية. دي الحاجات اللي تاخدها. احنا كتير من أولادنا ما بنعودهمش هذا الأمر، كتير من أولادنا، ولدرجة إن كتير من أولادنا لما بيسافروا ما بنكتشفش فيهم الحاجات دي إلا لما بيروحوا. هم بيكتشفوا الجزء بقى من حياتهم اللي هم فيه قادرين يكونوا نفسهم. فأنا بقول إنه التعليم في صعوبات في التعليم، حتى التعليم باللغة الإنجليزية، وأنا بقول إن التعليم باللغة الإنجليزية في روسيا مش كويس إلا في جامعات محدودة ومحددة. أنت لما هترجع مصر هتتجاوز بقى مسألة الاعتراف وامتحان الاعتراف و آه، الإحساس في مصر بإن أنت دكتور دي عامل ايجابي، المجتمع كله بيأهلك ان انت بقيت دكتور، وان انت خلاص وبتاع. واعتبر ان السنه اللي انت قضيتها في روسيا دي كانت فسحه، كانت تغيير جو، كانت سياحه نفسيه، سياحه ذهنيه، شفت جانب اخر من الثقافات في الحياه. فدي طيب، السؤال هل انت هتطلع من مصر دكتور افضل ولا من روسيا؟ قاطعه انت لو تعبت على نفسك، اجتهدت على نفسك، و... وما سمحتش لنفسك انها تضعف او تطاطي، او ان الظروف تبقى اقوى منك، لو كان عندك السكرفايس وعندك القوه وعندك الاستامنا التحمل وعندك الرؤيه وعندك العزيمه، فانت اكيد اكيد هتطلع من روسيا انسان احسن، لانك بيطلع انسان ليك كرامه، وهتطلع دكتور احسن اكيد، تطلع انسان للحياه افضل، وهتطلع دكتور للحياه افضل. ولكن دي قلة من اللي بيقدروا عليها، لأن ظروف الحياة في روسيا صعبة، مع البرد، مع البعد النفسي، مع الإغراءات، مع المحن، مع الضغوطات، مع البعد، مع الجنيه اللي بينزل كل شوية، مع التضحيات اللي هتضطر إن أنت تضحيها. هل أنت قدها كمل وهتطلع، والخطوة بعد كده أنت الدنيا هتتفتح قدامك، لأن أنت broaden your mind على قدر العالم كله، مش على قد محدودية بلدك، وهتبقى بتفكر أكتر من ان انت تبقى بس مجرد ان انت تروح السعوديه او تروح الكويت. وهما له مني الاجلال والاحترام، كل دكتور بيشتغل فهو بيضحي وبيشتغل وبيبني مستقبله وبيبني حياته حسب رؤيته وحسب معطيات عقله اللي ربنا ييسره ليه. ما ننتقدش اي حد، لكن بنحاول ان احنا نكون مع بعض. لكن انت في مصر، وانا اتكلمت كتير عن مساوئ التعليم في مصر، مش ده مجالها، لكن هو انت في مصر بتتعلم ان انت تبقى انسان بدون كرامه، تبقى انسان طبيب بدون كرامه. يعني ظروفنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، ولينصرن الله من ينصره. ارجع مصر، اتعلم، ما تنساش حلمك ان انت ما تبقاش مجرد طبيب، خلي حلمك ان انت تبقى عالم، ان انت تبقى انسان معطاء، تبقى انسان مش اناني، ما تحولش الى تاجر. طب مهنه ساميه، وما تقوليش ساميه لخالتك، لا، طب مهنه بتعلمك تبقى انسان، تبقى انك تبقى متواضع، تبقى تبقى رفيق وحنون ومتعاون وعاوز تاخد من العلم اكتر. وده ده اللي بيعلمه لك تعليم بره مصر، بتعلمك ان انت ازاي تبقى تاجر، ان انت ازاي تبقى بلا اخلاق بلا ضمير. آه، احنا اتأذينا قوي بمبدأ اكل العيش، لان احنا لما دورنا على اكل العيش نسينا كرامتنا ونسينا انسانيتنا. وربنا يوفقكم في اي حاجه.